النهارده كده ان شاء الله هشارك معاكم السحور بتاعنا، والسحور ما بيتغيرش نهائي، هو طول شهر رمضان. ومن عمايل ايديكي. استني بقى، ما تخرجيش من الفيديو وتقولي خلاص انا شفت الفيديو مكون من ايه وكلها حاجات بتتشرى. لا، انا ما اشتريتش اي حاجه خالص، دي كلها عمايل ايديا وعملتها معاكم في فيديوهات كتيرة على القناة، قناة كنز في بيتي. ان شاء الله تستفادي منها كتير قوي قوي، بحاجات انت اللي هتعمليها بايدك. وصدقيني الحاجة بتفرق كتير لما بتعمليها بايدك وتطلع نتيجتها حلوة في منتهى الجمال، وان شاء الله هتعمليها وتطلع نتيجتها في منتهى الجمال. دي الجبنة البراميلي اللي انا كنت عملتها معاكم، عملتها بالفلفل وعملتها عادية، وقلت لكم ان شاء الله هنشاركها مع بعض في وقتها. دي كده عدى عليها شهرين في منتهى الجمال جدا، وطعمها خطير، وما تفرقهاش خاطر يعني ما تفرقهاش نهائي عن الجاهزة. المربى اللي عملتها معاكم والفول والطعمية شكل الجاهز بالظبط وطعم الجاهز بالظبط برضو من عمايل ايديكي. ان شاء الله هتعمليها بطريقة تكون حلوة قوي قوي قوي. واكتر حاجة بتعقدنا هي آلية الطعمية، ان شاء الله نقليها مع بعض، بس خليكي معايا كده. خليكي كده معايا، هنقليها بطريقة تكون بسيطة وسهلة، وبتكون نتيجتها في منتهى الجمال زي ما انت شايفاه قدام منك كده. كل اللي احنا اشتريناه في قلب السحور بتاعنا هو الخضار والطماطم والخيار، اكتر من كده مفيش. حتى الشيبسي عملناه في قلب البيت، وما كلفناش يعني نفسنا، عملنا السحور بتاعنا فخم وشكله شياكة وفي منتهى الجمال والطعم في منتهى الجمال. عملت الطحينة برضو استخدمتها في الفول، والفول عمايله بسيطة. هنا علب الطعمية اللي كنت استخدمتها، اللي كنت خزنتها معاكم، يدوبك بتطلع العلبة تسيبيها كده من اول الصبح لميعاد السحور بتبقى جاهزة معاكي. اكتر من كده مفيش. ما استخدمتش فيها ملح لان انا كنت مفرزاها فيها الملح بتاعها. كل اللي انا حطيته فيها هو شوية كمون وكزبرة، وده على حسب الرغبة بتاعتك. معاكي طبق فيه مية ومعلقة الشاي الصغيرة والزيت بتاعك سخن، وده الطريقة معاكي في منتهى الجمال. هتطلعي شكلها حلو قوي قوي، ومش هتبهدلي الدنيا، وهتعملي الطعمية في منتهى الجمال. هعملها معاكم السادة وهعملها اللي بسمسم، وطريقتها تكون بسيطة. واهم حاجة هي السر كله في الطعمية، انك تكوني فرماها كويس قوي قوي، وقبل استخدامها برضو تقعدي تضربي بيها بالمعلقة شوية. ولو مش لو ايدك وجعاكي حطها في الكبة كده واديلها ضربة على السريع، تاخد معاكي هوا كده، تبقى هشة وجميلة وحلوة. هتقولي لي ما استخدمتيش فيها بيكنج باودر، هقولك لا، ولا كربونات ولا كربونات، وما استخدمتش فيها اي حاجة خالص. استخدمت الطعمية لان انا عارفة ان الطعمية انا ضربها كويس قوي، فيها كمية هوا حلوة. ولو انت حابة تستخدمي فيها نسبة بيكنج باودر او نسبة كربوناتو من بتاع الطعمية، يعني حبة حبة، مش حبة خلاص. انا ما استخدمتهاش، ونتيجة الطعمية طالعة قدام منك في منتهى الجمال. تمام. يا ريت لو وصلت معايا لغايه هنا كده ما تنسنيش في اللايك والاشتراك، وتفعلي معايا زر الجرس علشان يوصلك ان شاء الله فيديوهاتنا. ومعلش كده، انت لو رجعت الفيديوهات الجبنه هتلاقيها طويله، كانت طويله شويه، كنت لسه في بدايتي وما كنتش عارفه ان الناس عايزه الحاجه السريعه. بس صدقيني لو دخلت الفيديو هتستفادي منه كتير. انا عن نفسي كانت اول سنه ان انا استخدم فيها الجبنه دي، او ان انا اعمل فيها طرق الجبنه ديت، وصدقيني هعتمدها على طول لان طريقتها حلوه قوي، بتوفر عليكي كتير قوي. هنا بقى كنت بعمل معاكي الطعمية اللي بالسمسم، برضو مفيش اكتر من ان انتي بتظبطيها على ايدك كده وبتدوريها الشكل بقى اللي انتي حباه. يعني انا حبيت ان انا اعملها معاكي. وبرضو في طريقة تانية كويسة قوي، ان انتي لو مش حابة تعملي الكلام ده كله، ممكن بتعبيها في كيس التلاجة، وبتبتدي ان انتي تاخدي تخرميه حتة صغيرة او تقطعيه حتة صغيرة، وتبتدي ان انتي تستخدمي منه. برضه هتعجبك قوي الطريقة ديت. بس انا بصراحة بستسهل طريقة المعلقة، لان طريقة المعلقة كويسة قوي. تمام. ما تستخدميش معلقه كبيره علشان الطعميه ما تتكتمش معاكي، استخدمي معلقه تكون صغيره. وحابه تعمليها محشيه، حابه تعمليها باي شكل، نفس الطريقه. هنا الفول بقى ما حبيتش ان انا اطول عليكم واعمله، لان هو عمايله بسيطه جدا. بتستخدمي زيت زيتون، بتستخدمي زيت عادي، بتستخدمي سمنه بلدي، بتحط طحينه، الحاجه اللي بتعجبك وبتريحك. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون سهل وبسيط. واولا السمبوسك اللي كنت عاملاها ديت، اللي لسه كنت عاملاها معاكم، المحشيه باللحمه المفرومه الاقتصاديه، فحبيت ان انا احطها كده. فيا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف عليكم، ويكون افادكم باي حاجه. ولو فدتكم باي حاجه تكون بسيطه، يا ريت ما تنسونوش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم ان شاء الله كل فيديوهاتنا. ويا رب تكون فيديوهاتنا كده مفيده، وبجد بجد صدقيني مش هتندمي لو انت جربت الجبنه ديت وجربيها. ومش هنفع ان انا اقولك مثلا آه، ان الجبنه هتاكليها على طول. لا، الجبنه لو طولت معاكي شهر او اتنين في الشرشه بتاعتها هتلاقي طعمها في منتهى الجمال. جربيها حتى لو بكيلو واحد، لو في علبة واحدة، صدقيني
هتعتمديها على طول، لان انا اللي جربها يعني اللي داق من الجبنه فكر ان هي جبنه جاهزه وان انا شارياها من بره، ما كانش متخيل ان انا كنت عاملاها في قلب البيت. يلا كده، يا رب اكون فدتكم بحاجه بسيطه، ومعلش لو انا طولت عليكم، واشوفكم في رعايه الله وفي حفظه وفي امانه، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب بيوتكم كلها تبقى مليانه بالخير وبالعمار من عمايل ايديكم ان شاء الله، واشوفكم في رعايه الله وفي حفظه وفي امانه.